قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات إيران وأسد بينهم ضابط برتبة عميد جراء غارات إسرائيلية على موقع لهم في دمشق. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف وفدا من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني داخل شقة سكنية في حي كفر سوسة وسط العاصمة. التقرير التالي والمزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. غارات إسرائيلية تطال مقار عسكرية إيرانية في قلب العاصمة دمشق، وبالتحديد حي كفر سوسة. الغارات الإسرائيلية الجديدة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الإيرانية وعناصر من ميليشيا أسد بينهم ضابط برتبة عميد، وفق ما أكدته صفحات موالية موثقة النعي بالصورة والاسم، وسط أنباء عن مقتل ضابطين إيرانيين كبيرين خلال القصف. القصف الذي استهدف ما تعرف بالمدرسة الإيرانية في المنطقة وبناء مجاورا كان يحتضن اجتماعا سريا لقادة الميليشيات الإيرانية يظهر مدى تغلغل الميليشيات الإيرانية في دمشق وعدم اكتراث ميليشيا أسد بحياة المدنيين الذين قضى عدد منهم جراء القصف وسقوط صواريخ من مضادات الميليشيا الجوية التي زعمت كما هي العادة أنها أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية، في وقت كشف فيه موقع صوت العاصمة المحلي أن المبنى المستهدف يملكه صاحب شركة الفاضل للحوالات المالية المرتبطة بميليشيا حزب الله اللبنانية، مؤكدا انتشال فرق الإسعاف جثة 10 أشخاص على الأقل من المبنى المدمر. وكالة الأنباء الإيرانية سارعت لنفي مقتل ضباط وعناصر لها في القصف الإسرائيلي على كفر سوسة، بالتوازي مع تأكيد الإذاعة الإسرائيلية على مقتل شخصية وصفتها بالكبيرة في الهجوم، فيما زعمت وزارة دفاع ميليشيا أسد أن القصف أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري، فضلا عن جرح 15 مدنيا، متناسية تسببها بإزهاق أرواح السكان عبر فسح المجال لميليشيات إيران بالتموضع وإنشاء المقرات العسكرية وتخزين الأسلحة بين الأبنية السكنية المأهولة بالسكان. من تل أبيب ينضم إلينا عبر سكايب المحلل السياسي سيد جولان برهوم. سيد برهوم، أهلا بك في هذا الحصاد. ما الذي استهدفته إسرائيل في دمشق هذه المرة؟ بداية مرحبا وتحية طيبة لك وللجميع. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. ماذا نريد هذه المرة؟ ماذا نريد هذه المرة؟ المعركة هي غير فقط هذه المرة، هي معركة مستمرة ضد غير الشعب السوري الكريم. الشعب السوري للأسف الشديد هو مظلوم وهو يتعرض للاحتلال الإيراني. السؤال سيد برهوم، ما الذي قصفتموه في دمشق هذه المرة؟ الإجابة بسيطة، خليني أجاوب. الإجابة بسيطة لكي كل واحد يسمع. نحن ضد الوجود الإيراني، الميليشيات الإيرانية. نعم، الاحتلال الإيراني على أرض سوريا غير بسبب سوريا. هذا الوجود الإيراني، الميليشيات تهدد على الحدود الإسرائيلية ببساطة. الآن إذا يكون إهمال من ناحية إسرائيل ونحن لا نتعمق ولا نرد بشدة على هذا الوجود الإيراني، فسوف نرى وجود إيراني بكثير الذي يهدد علينا. لا نريد ذلك ونحاول أن نمنع ذلك، عندما الأهداف هي دائما كانت وما زالت أهداف عسكرية فقط. أنا متأسف على كل واحد الذي قد قتلت، ولكن في نهاية المطاف أقول لك نحن نريد قصف أماكن ومنشآت وقاعدات عسكرية فقط. على فكرة في اعتقادي هذا بالإضافة لمصلحة أبناء الشعب السوري. نعم، لكن سيد برهوم الاستهداف الأخير كان لمناطق سكنية. انظر أستاذي، كل واحد يعرف أن الميليشيات الإيرانية تتخبى أو تكون جزء أو تعيش داخل وفي عمق أماكن مدنية. أستاذي الكريم، عندما مسجد بيت الله يخزن في هذا المكان، أو مدرسة بيت الله، مستشفيات، أسلحة ضد إسرائيل أو ضد أي واحد، فهذه المنشآت مدنية أصبحت في هذه اللحظة منشآت أماكن عسكرية مسلحة.
طبيعة الحال نحن نرد. أنت فعلا تصدق أن دولة إسرائيل تريد؟ هل هناك فعلا أوامر توجيهات مكتوبة مرسومة قتل مواطنين؟ أكيد لا نريد نعم، ذلك. وأعيد نحن عليك نعرف السؤال أن الذي باختصار طرحته عليك في البداية سيد برهوم ولم تجبني عليه. نحن نعرف ما الذي على أساس استهدفتموه هذه معلومات المرة؟ سورية، على أساس معلومات سورية نحن نعرف أن هناك محاولات بناء أنفاق داخل هذه المناطق مدنية. أنت تقول أماكن مدنية، أصبحت هذه الأماكن أماكن عسكرية. نعم لدينا الشرعية لقصف هذه الأماكن. آسف على المقاطعة. تفضل. نعم، من جديد وللمرة الثالثة، ما الذي استهدفتموه هذه المرة في دمشق؟ أستاذي الكريم، نحن نعرف على أساس معلومات دقيقة استخبارية أن هناك نقل أسلحة بشكل عام من طهران إلى عمق سوريا، غير فقط ضد إسرائيل. الوجود الإيراني يهدد على الجميع، ولكن نحن نعرف ذلك. نحن نعرف بالإضافة أن هناك بناء أنفاق في هذه الأماكن كما كان موصوف عندكم أماكن مدنية. أنا طبعا أرفض ذلك، لا أقبل ذلك. عندي تحفظات بالنسبة لهذا السيناريو، أماكن مدنية، ونحن نريد أن نمنع ذلك. ما بدأنا ذلك اليوم ونحن نستمر ذلك دائما. المعركة هي شاملة، هي غير معركة في الصعيد فقط، في الصعيد الدبلوماسي بالإضافة، ولكن بالإضافة هي معركة برية جوية. اليوم هي جوية. نحن نقوم بكل الإجراءات، ولو الوضع السياسي في إسرائيل، ولو المأزق السياسي في إسرائيل، المعركة ضد الميليشيات الإيرانية غير أبناء الشعب السوري فهي مستمرة قاسية، وربما لا نرى النتيجة سريعة، ولكن بشكل عام نستطيع أن نقول أن نمنع الوجود الإيراني الذي يهدد علينا وعلى طيب هل هناك تنسيق ما بينكم وما بين موسكو في هذا الاستهداف الأخير تحديدا؟ أستاذي الكريم، في طبيعة الحال نعرف أين هي موسكو، ونعرف على هذا المحور الخطير لدولة إسرائيل بدون شك، ولكن أنا أفرق بين الوجود الإيراني وبين التنسيق الأمني المستمر غير من اليوم. هذا الموضوع في طبيعة الحال هو موضوع حساس كثير، ولكن العلاقات هي حساسة. نحن نفرق بين استمرار المعركة الجوية على أساس كما قلت معلومات دقيقة على الأرض السورية، وبين التنسيق أمني مع موسكو. نحن نفرق بين موسكو وبين إيران في طبيعة الحال. إذن لم يتم إعلام موسكو بهذا الاستهداف؟ أستاذي، في طبيعة الحال هناك عدم موافقة غير بالنسبة لهذا الموضوع بين موسكو وبين أورشليم. هذا هو أمر طبيعي، ولكن أنا أقول ولو التنسيق، وهذا هو الموضوع المهم، ولو الأزمة في أوروبا، ولو المعركة في أوروبا، التنسيق هو أمر مستمر. العلاقات ولو نعرف ميول موسكو معروفة، ميول موسكو معروفة غير من اليوم. علاقات موسكو مع حماس وباقي الميليشيات وطبعا مع إيران، وهذا المحور هذا هو محور خطير لدولة إسرائيل. ولكن نحن نحاول أن نستمر أن نحافظ على العلاقات مع موسكو، وهذا لا يتعارض. يعني أنا لا أرى أي مشكلة عندما في نفس الوقت هناك ديالوج مباشر أو غير مباشر مع موسكو، والتنسيق أمني كما قلت، خلفية عسكرية شديدة وطيدة غير مثل واشنطن طبعا، وفي نفس الوقت نعم استمرار المعركة ضد الميليشيات الإيرانية التي هي تخاطر جميعا. نعم، سؤال أخير، عادة ما تستهدف إسرائيل مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيران في سوريا أو أرتال عسكرية وأسلحة قادمة إلى هذه الميليشيات. هذه المرة الاستهدافات تركزت في أماكن مدنية. هل يعني هذا تغير في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه الوجود الإيراني في سوريا؟ أستاذي، لا يوجد أي تغير. يعني الخط
السياسي من قبل الطرفين في الإسرائيل، يمين إسرائيلي أو يسار إسرائيلي. ولو المأزق البرلماني القضائي في دولة إسرائيل، في اعتقادي أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك تغير، ربما من ناحية شدة القوة والاستعمال بالقوة، ولكن إيران هي عدو مركزي لدولة إسرائيل. ماذا حصل في القارة الإفريقية قبل يوم عندما كانت بهدلة ضد مندوبة إسرائيلية؟ وبشكل عام إيران هي عدو، هي عدو غير هنا، هي عدو جنب الحدود وما أبعد من الحدود، والمعركة هي مستمرة وغير محددة. ربما هناك مكان لتغيرات معينة، ولكن لا يوجد فرق بين أي حكومة إسرائيلية عندما هناك فهم الحاجة ضد إيران، وهذه الحاجة هي مشتركة. هناك إجماع في إسرائيل بالنسبة لذلك. ولو كما قلت، كما تعرف، كانت سلسلة انتخابات في إسرائيل، وحتى اليوم لا نستطيع أن نقول أن هناك استقرار كامل في إسرائيل، ولكن بالنسبة لهذا الموضوع هناك إجماع. نعم، شكرا جزيلا لك السيد جولان برهوم، المحلل السياسي من تل أبيب. ينضم إلينا الأستاذ حكم أمهز من طهران. أهلا بك معنا في حصاد أورينت. يعني ما هي الرواية الإيرانية لهذا الاستهداف والغارات الإسرائيلية اليوم في دمشق؟ يعني حتى نعرف دقة الرواية لابد أن ننظر إلى الشهداء الذين سقطوا في هذه الغارات الصهيونية على سوريا. الشهداء الذين سقطوا هم من المدنيين وهم سوريون وليس فيهم إيرانيين، فهذه تؤكد أن الرواية الإسرائيلية الدائمة بأن الكيان الصهيوني يستهدف مواقع إيرانية أو مواقع لفصائل تابعة لمحور المقاومة. ولكن سيد حكم، هناك من يقول بأنه يوجد قتلى إيرانيون ولكن لم يتم الإعلان عنهم. لا غير صحيح، هذا نفته إيران بشكل رسمي. قالت أنه ليس هناك من أي شهداء لها في سوريا، وبالتالي القصف أنت تعرفون الصور التي بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها تؤكد، حتى المرصد السوري يعني أكد أن هذه الغارات استهدفت الأماكن المدنية. الآن هل أن الإسرائيلي يعني شك في شيء وحاول أن يستهدف كما كان يدعي أنه يستهدف شخصية، وبالتالي هذه أنا بتقديري أنها هذه ما هي إلا ذرائع. يعني عندما يفشل في تحقيق أهدافه دائما يلجأ إلى خلق ذرائع معينة لتبريد هذا العدوان. على كل هو يعني بالنهاية الإسرائيلي هو يقول أنه حتى اليوم، يعني نتنياهو كان يقول ذلك، أنه لن يسمح بوجود إيراني على حدود فلسطين المحتلة الشمالية، وبالتالي هذا الأمر ليس بيده. يعني هذا الأمر ليس بيده. طيب يعني سيد حكم، اليوم إسرائيل استهدفت العمق الأمني لحكومة ميليشيا أسد، لماذا لا يقوم محور الممانعة بالرد على مثل هذا الاستهداف، وخاصة يعني أنه اليوم كان في مواقع أو في حي سكني، يعني يفترض بأنه على الأقل حفظا لما الوجه أمام المدنيين الذين تم اليوم استهدافهم؟ شوفي، أولا هذا الموضوع قرار أن تكون هناك معركة من سوريا، هذا ليس مرتبطا بمحور المقاومة، هذا مرتبط بقرار سوري محض. المحور المقاومة أكثر من مرة أعلن أنه في حال اتخذت الحكومة السورية قرارا بالمواجهة مع الكيان الصهيوني فإن المحور يعني مستعد لهذه المواجهة وهو سيؤازر الحكومة السورية. نعم، لكن اليوم تم استهداف العمق السوري وأماكن مدنية وتم استهداف مدنيين كما قلت أنت تحديدا. يعني أنا أقول أنه هذا القرار مرتبط بالحكومة السورية، هذا أولا. الأمر الثاني، الحكومة السورية هي تدرك أنه هل من المفروض الرد أو لا. هنا دعيني أقول لك أمرا وهذا يجب أن يلتفت إليه الجميع، أنه من يقول أنه يجب أن تكون هناك مواجهة مع الإسرائيلي وأن يكون هناك حرب، هذا الأمر بالقول صحيح، ولكن عندما تقررين أن تخوضي حربا يجب أن تتوفر لديك الإمكانيات اللازمة، سواء كان على المستوى اللوجستي والتسليحي أو على مستوى القرار السياسي. يعني القرار السياسي يجب أن نلتفت إلى أن سوريا أيضا الحكومة السورية ليست لوحدها في هذا القرار. صحيح أن القرار هو يعود لها بالأصل، ولكن هناك نعرف أن هناك تدخلات دولية مثل روسيا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل غيرها،
وبالتالي أيضا يجب أن نلتفت إلى أن السوري لديه الآن معارك على جبهات كثيرة. هو يخوض مواجهات مع الجماعات التكفيرية الإرهابية في الشمال السوري، هناك الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سوريا، أيضا هناك الجماعات التكفيرية التي لا تزال تتحرك في البادية. وبالأمس أنتم لاحظتم أن هناك كانت 53 شهيدا سوريا مدنيا قتلوا على أيدي داعش. عمليا أن تفتح الحكومة السورية معركة وحربا مع الإسرائيلي، هل بتقدير المعنيين أن هذه الحرب ستكون متكافئة أو لا؟ إذا لم يكن هناك تكافؤ، إذا لم يكن هناك يعني ما يتطلع، لم يكن هناك يعني ضمانا لنتائج هذه المعركة، لا أعتقد أن من المصلحة ومن الموضوعية والمنطقية أن تخوض الحكومة السورية هذه المعركة. لماذا تختار يعني الميليشيات أو لماذا تختار الحرس الثوري الإيراني مقراته ضمن أحياء سكنية في دمشق؟ لماذا لا يقوم باختيار أماكن بعيدة عن المدنيين؟ من قال هذا الكلام أن هناك مقرات لحرس ثوري في الأحياء المدنية؟ أنتم قلتم أن عماد مغنية قتل في نفس المكان. لا، العماد مغنية أنا لم أقل، إنما استشهد عماد مغنية في عملية. هو لم يكن في مهمة عسكرية ولم يكن مقيما في سوريا. هو عندما استشهد كان يقوم بعملية دعم تسليحي للفصائل الفلسطينية، وبعد خروجه من الاجتماع وقرر التوجه إلى لبنان استشهد بعملية اغتيال. أين كان هذا الاجتماع؟ ألم يكن في نفس المكان في كفرسوسة؟ فرسوسة ليست بيتا، هذا واحد. الأمر الثاني أن القوى الفلسطينية موجودة في سوريا منذ زمن طويل، وفي المناطق التي نتحدث عنها هناك وجود مدني وليس وجود عسكري لهذه القوى الفلسطينية. نحن نعرف أن المعسكرات والمكاتب الفلسطينية أو القواعد العسكرية دائما تقام خارج المناطق، لكن إذا أردتم أن تذهبوا بتصديق الرواية الإسرائيلية فأن هناك الكثير. يمكن أن يقولوا أن هناك مراكز عسكرية في المستشفيات ومراكز عسكرية في الأماكن المدنية الأخرى، وبالتالي هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح وغير منطقي. المهم في هذا الإطار أن الإسرائيلي دائما يوزع الرواية والشائعات، ونحن إذا عدنا إلى البروباغندا التي تقوم بها الدول الكبرى والبروباغندا التي يعني تضخها الآلة الإعلامية الغربية، يعني هناك قوة كبيرة إعلامية، وبالتالي للأسف الشديد هناك بعض الرأي العام من يصدق، ولكن الواقع والمنطق يجب أن نتحدث بالواقع